لازم تعمل فرع تاني، لان اصبح فرع تاني وسيله من الاستثمار، وسيله استثمار جيده جدا، خاصه لما يكون اسمك. لنا ان يتم انشاء حمام سباحه مغطى ترفيهي يكون فقط للاعضاء، بعيدا عن تدريبات الرياضه، بعيدا عن تدريبات الفرق الرياضيه، يستطيع الاعضاء ان يستمتعوا بهذا المكان في اي وقت، والمخطط موجود والفكره قائمه ومطروحه. كتير بسرعه جدا. اول حاجه انا شايف في مجال الرحلات في حاجات كتيره ممكن نطورها، وشايف ان جه الوقت ان احنا يبقى لنا مصيف لاعضاء نادي الزهور في مرسى مطروح والساحل الشمالي. مش اقل من اي نادي تاني طبعا، ونوادي بعدينا بكتير عملت الموضوع ده، وشايف ان فعلا ده الوقت ليه علشان نقدر نقدم للعضو الخدمات في مختلف المجالات باسعار يقبلها ويرضى عنها، بمعنى اننا نكون حمايه للاعضاء من ارتفاع الاسعار وتحملهم اعباء لا طاقه لهم بها، ونزيد دعم الرحلات، الرواد، الرياضه والمطاعم. شايفين انها توليفه كويسه جدا، عاملين برنامج احنا شايفينه برنامج قابل للتحقيق. من ابرز ملامحه ان احنا اي موارد او اي سبل نحاول نجيب بيها فلوس للنادي، اهم حاجه ما تكونش من جيب الاعضاء، دي اول نقطه. اهم حاجه ان كل مشاكل الاعضاء اللي بيعانوا منها احنا عارفينها، حاجات كتيره قوي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا قادرين على تنفيذها. الحاجه اللي بعد كده الاستفاده من المسطح العلوي، سواء لعمل منطقه تجاريه ومنطقه ثانيه ترفيهيه وايضا منطقه رياضيه. ان احنا عندنا مشكله في كميه الملاعب لعدد من الالعاب، زي سواء ملاعب اليد او ملاعب الطايره او ملاعب السله، وكمان تراك للعبه الانزلاق الفني ممكن يتعمل حوالين الملاعب دي ان شاء الله. ليه نادي الزهور يجب ان يكون لاعضائه فقط؟ النادي ياخذ قيمته من ان ما يخشوش غير اعضاء. الحد من العضويه الرياضيه. العضويه الرياضيه يا جماعه بنبص في الانديه الثانيه اللي هي محدوده جدا، ومفيش حاجه اسمها اسرهم واسرهم بتخش معاهم. العجب اللي بنشوفه في هذا النادي